لكل اخواتي وحبايبي عشاق الشوكولاته، عملنا احلى دونتس اقتصادي مع بعض بصوص الشوكولاته كمان الاقتصادي. زي ما احنا قايلين، انا عايزه اسمي القناه دي قناه الاقتصاد. كل حاجه عاملينها بسيطه جدا وبمكونات بسيطه. يلا بقى نشوف الدونتس الجميل ده اللي كان غرقان بالشوكولاته من الداخل ومن الخارج، وكان باظظ باظظ خالص. يلا بقى نعمل احلى دونتس زي ما انتوا شايفين كده، وتزينيه باللي موجود عندك في البيت. بس يلا الأول نصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. يلا يا غاليين نشوف أحلى دونتس اقتصادي بطعم يجنن، وكان باظظ خالص. بس اوعي تنسي تحطي لايك وتعالي شوفي احنا عملنا الدونيتس الجميل ده مع بعض ازاي. بصي بقى يا ست الكل، انا جبت البولة او الطبق اللي انا هعمل فيه الدونيتس بتاعي. طبعا كمية الدقيق اللي انت حباها تمشي بنفس المقادير اللي انا هعملها. هتضعفي الكمية هتضعفي المقادير. انا جبت 3 كوبايات من الدقيق، ونزلت برشة بسيطة من الملح، معلقة هرمية من اللبن البودرة ولو مش موجودة استبعديها، معلقة كبيرة من الخميرة أو كيس من الخميرة، ونزلت بعدها بمعلقتين من السكر. خلاص كده كل المكونات الجافة دي انت حفظتيها. هنقلبها مع الدقيق كويس جدا لغاية اما هما والدقيق يبقوا حاجة واحدة. خلاص كده هروح رايحة جايبة بقى، ورحت رايحة جايبة كوباية بنفس المعيار اللي انا عايرت بيه الدقيق، بس انا غلطت في حاجة هقولكوا عليها. وجبت فيها مليتها كوباية مية دافية. لو انت عايزة تستبدليها باللبن براحتك خالص. طبعا انا غلطت ان انا نزلت بكوبايه من ميه دافيه، واول مره ما نزلش بيها تدريجيا، نزلت بيها مره واحده. فحسيت ان كوبايه كانت كتير على 3 كوبايات من الدقيق. هقول لكم بقى حل المشكله ديت، بس استنوا نشوف الخطوات الباقيه وهنحل المشكله دي مع بعض للمصداقيه قدام الكاميرا. خلاص كده رحت نازله بقى ببيضه واحده، بيضايه واحده، وكيس من الفانيليا البرتقال. طبعا اللي بيعاوز يعمل كيكايه برتقال يستعمل الفانيليا البرتقال، دي كانت خطيره جدا وريحتها كانت روعه. انا حبيت ان انا اجربها، بس هو انا كان المفروض اعمل بالفانيليا التاني علشان الشوكولاته، بس كانت خطيره برضه، ما عملتش طعم، يعني طعمها كان جميل وريحتها كانت جميله. خلاص كده طبعا حبيت ان انا احل بقى المشكله اللي انا عملتها، ان انا خليت العجينه بقت معايا بتلزق زياده، فمش هينفع ان هي تتلملم بالطريقه دي. رحت رايحه جايبه بقى ايه، ربع كوبايه من الدقيق، وبدات ان انا الملم العجينه. والله انا المقادير على طول، انا بجيب 3 كوبايات دقيق بحط معاهم كوبايه ميه بس. الدقيق ده ممكن يكون كان مختلف لان انا ما بجيبش نوع معين من الدقيق، فكل نوع دقيق بيبقى ليه المادة السائلة غير مقاديرها غير التاني. خلاص كده رحت رايحة جايبة بقى ايه، خلاص العجينة اتلمت معايا، جبت اقل من ربع كوباية من الزيت ونزلت بيها على العجينة، وبدأت ان انا الملم العجينة كلها وادخل الزيت فيها. انتي حابة تحطي زبدة براحتك خالص. طبعا زي ما احنا قايلين فيديو اقتصادي وكان طعمه يجنن، فانا قايله لكم الحاجه الاقتصاديه اللي موجوده انا هقول لكم عليها. وطبعا الزيت موجود في كل بيت حتى لو زيت تموين، بس يكون ريحته حلوه. خلاص كده هبدأ ان انا الم العجينه بقى. بصوا التلزيقه الخطيره دي، بصوا المطه الخطيره دي، هي دي التلزيقه اللي انا حباها تكون في العجينه، علشان تخلي الدونتس هش وخطير ما يعجنش معاكي لما يبرد. يعني في عجينه ممكن تعمليها وتبرد تحسي ان العجينه بقت تقيله، لا ده كده بالتلزيقه البسيطه دي هيفضل هش. خلاص كده غطيته بكيس او استرتش راب، ورحت رايحه مغطياه بقى بالفوطه وسبته بقى براحته يخمر. وبعد ما خمر ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، خطوات خطوة خطوة، انا ما بفوتش حاجة وما بعملش حاجة من ورا الكاميرا. بصوا بقت تلزق، بس مش بتلزق ان هي تلزق في الايد، لا بصوا هي التلزيقة الجميلة دي اللي احنا عاوزينها. وبدأت ان انا الملم العجينة. ويلا بقى علشان نشوف هنعمل الدونتس الجميل مع بعض ازاي. جبت شوية دقيق زي ما انتوا شايفين، وقسمت العجينة لاتنين لان العجينة كانت كبيرة على المفرش، وانا حابة ان انا اعملها براحتي. خلاص كده قسمتها على 2 وبدأت ان انا ألملمها، واروح بقى ايه حطاها علشان ابدأ افردها.
تفرديها بايديكي، تفرديها بالفرادة بتاعة العجين براحتك خالص. بس اهم حاجة ان انتي مش تخليها رقيقة، خليها سميكة معاكي شوية عشان احنا عايزين الدونتس يبقى عالي. لو انتي عايزة الدونتس ما يكونش عالي قوي، رققي على قد ما تقدري زي ما انتي عايزة، بس ما ترققهاش زيادة. اصلا الدونتس لازم يكون سميك شوية. بصوا بدأت ان انا اجيب قطعة، طبعا مش هقولك هاتي قطعة معينة، الكوبايه اللي انا عايرت بيها هقطع بيها الدونيتس بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده لقيت ان دي صغيره مش هتعمل دونيتسية، فقلت لا خلاص بقى افردها تاني. هبدأ بقى ايه، اروح جايبه طبق وهجيب الورق الزبده قصقصته كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ احط بقى ايه، افرده في الطبق واخد من الدونتس واحط على الورق الزبده عشان لما يترفع ويعلى وانا هاجي امسكه التشكيل بتاعه هيتغير وهي مش هيبقى زي ما انا حابه. فانا حبيت ان انا احطه على الورق الزبده ده عشان اما اجي اعمله اقليه في الطاسه يبقى معايا بنفس الشكل. خلاص كده ما شاء الله اديني عملت اول مرة، اول يعني كام واحدة كده مع بعض. هفرد بقى العجينة تاني وهعمل بقيتها. يعني دي نص العجينة، بصوا الكمية جميلة خالص خالص. بدل ما انتي تروحي تشتريه من بره، والله انا اشتريت واحدة لابني من بره قبل كده ب10 جنيه يعني واحدة. شوفي انا جايبه اقل من نص كيلو دقيق، عملت بيه كميه جميله جدا جدا. دي نص الكميه وادي النص التاني، عمل معايا كميه خطيره وطبعا اقتصاديه كانت معايا. شوفي تخيلي لما دي ب10 جنيه الواحده، شوفي دي كام 10 بقى، يعني ما شاء الله كانت هتعمل معاكي مبلغ، مشروع حلو خالص. خلاص كده ورحت رايحة جايبة بقى القطعة التانية وبدأت ان انا افردها بقى واعملها زي القطعة الاولانية. طبعا انا مش عايزة اطول عليكم، انتوا شفتوا سميكي العجينة، ما ترفعهوش. العجينة بتاعت الدونتس ما ينفعش تكون رقيقة، زي ما انت شايفة كده لازم تكون سميكة شوية. وهبدأ ان انا اقطعها. ما شاء الله خلاص كنت حطيت الطاسة على النار والزيت غلي او قدح للمصريين اللي عارفين يعني ايه الزيت قدح. ورحت بصوا زي ما شاء الله الدونتس عالي تاني ازاي. هبدأ انزل بيه، بصي كده مش هيتغير التشكيل بتاعه، انت بتنزلي بالورقة. عرفتي بقى ليه انا حطيت الورق الزبدة؟ لكن انت لو جيتي تشيليه وتحطيه بايديكي طبعا عالي هينبسطي. وخلي بالك ما بياخدش وقت خالص، انا على بال ما نزلت الاربعه دول كانت احمرت. بصي يعني هي انا وطيت النار عليها وبرضه بتحمر بكل سهوله وبسرعه. ما شاء الله كان عالي وخطير. طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة واقتصادية، والله كان طعمه يجنن. مش عشان انا عاملة الفيديو، من غير الفيديو انتوا جربوا الطريقة وقولوا لي رأيكم في كومنتاتكم الجميلة. اللي تعجبه الطريقة يقول لي عجبتني، ولو في اي كومنت سلبي انا مش بزعل. بس انا والله ما بعملش اي حاجة من ورا الكاميرا، كل حاجة بعملها معاكم قدام الكاميرا. طبعا الكاميرا كانت غامقة عندي، معلش الاضاءة مش متظبطة زي ما انتوا شايفين، الاضاءة اصلا مش فاتحة. فلو الإضاءة الطبيعية هي ما كانتش غامقة قوي للدرجة دي، كان الدونتس كان فاتح وكان حلو خالص. خلاص كده حمرت قليت الدونتس. طبعا حابة تعمليه في الفرن براحتك، انا قليته بقى كده في الطاسة. بصوا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين دول بقى اقل من نص كيلو من الدقيق. بصوا ما شاء الله الدونتس كان عالي ازاي. وده صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي احنا عاملينه مع بعض كذا مرة آه على القناة. بصوا وطبعا كنت محضرة طبق فيه صوص. انا حطيت الصوص. طبعا للي مش هتعرف مثلا ان هي تعمل الدونتس كده بالقمع، تروح ماسكه بقى معلقه شوكه سكينه وتروح فاتحه فتحه كده زي ما انتوا شايفين، وتنزل بالصوص الاقتصادي الخطير، احلى صوص شوكولاته احنا عملناه على القناه. وطبعا رحت نازله بيه في طبق صوص الشوكولاته وبدات ان انا اخرجه بقى على الورق اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بتاع الكب كيك، وانزل بيه بقى في الطبق بتاعي. وهبدأ اعمل كل الكمية بالطريقة الجميلة دي.
طبعًا كان خطير، حاجة اقتصادية وسهلة، مكونات ما فيش يعني مكونات بسيطة جدًا، جدًا. شوفي أنتِ لو اشتريتِ الكمية دي لأولادِك من أي فرن، من أي مخبز، من أي سوبر ماركت قدامِك، طبعًا بقى التزيين دي براحتك خالص، شوفي هيتكلف قد إيه. التزيين ده باللي موجود عندِك، أنتِ ما عندكيش غير صوص الشوكولاتة حلو أوي كده، كده أوي. طبعًا أنا كان عندي صوص الفراولة صوص الكريم كراميل، فأنا قُلت أعمل بس شكشكة. في الآخر لقيته إن هو بيدوب كده، يعني أنا حبيت إن أنا بس أدّي له شكل، لقيته بيدوب برضه اللون مش باين أوي. رُحت رايحة جايبة شوية شوكولاتة شيبس كانوا عندي في التلاجة، طبعًا أنا سايباهم في التلاجة أعمل كيكاية، أعمل أي حاجة أزيّن بيهم، وشوية فارماسيه ونزلت بيهم على الدوناتس، ما شاء الله. طبعًا دي مش الكمية بس، لأ كان في دونتس تاني اتعمل والله يرحمه بألف هنا، بألف هنا للي أكله، ما شاء الله. بُصّوا، أحلى دونتس اقتصادي بصوص الشوكولاتة الاقتصادي، كان خطير. مكونات بسيطة وسهلة وعملناها وتعمليها في البيت. طبعًا البدايل أنا باقول لِك عليها في قلب الفيديو، وإحنا شغالين الفيديو كده أقول لِك اعملي البديل كذا. انت حابه تستفسري عن حاجه قولي لي في الكومنت وانا عينيا ليكي. بصي يا ست الكل، ما شاء الله عملنا احلى دوناتس بصوص الشوكولاته الاقتصادي، ودوناتس اقتصادي ببدايل بسيطه ومكونات بسيطه موجوده في كل بيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم. واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.